عسلامة، شنو أحوالكم؟ عاملين؟ إن شاء الله تكونوا بألف خير يا ربي. مرحبا بكم في كوجينة تمارا كويزين. اليوم لبنا بقلاوة تونسية نودكم ولا نشهيكم. حسيلو الريحة تفحفح في الدار. مالوغوزمون طيبتها مخر. حبيت نبارتاجيها معاكم الأيامات اللي فاتت. أما الله غالب ميسالش هذاك اللي كتب. البقلاوة متاعي ما شاء الله جات ياسر مزيانة وبنينة برشا. تحسها بقلاوة زمنية مش اللي خارجة توا هكا على الموضة. الحق ياسر فايحة، عملتها بالعطرشية والفاكهة، وديما حاجة الدار تجي بالحق بنينة برشا وياسر هكا مزيانة. أنا الحق في البقلاوة مبتدئة، مانيش يعني بروفيسيونيل على قدي. هذاك حد جيد يعني سي ديجا بيان، خاطرني يعني ما نعملش برشا الحلو العربي، اما قلت علاش ليه ما نتعلمش. تفرجت في برشا قنوات يعطيهم الصحه. عندي زاده ما كوزين وراجلها دي بروفيسيونيل ما شاء الله ربي يبارك لهم. هما عطاوني برشا نصائح من المره الاخرى وقت اللي عملتها اول مره. وحتى كي نستحقهم يعطيهم الصحه ديما نلقاهم. واصحاب القنوات في اليوتيوب ما شاء الله ديوا سويتنا سويت سندس، كويزين ايمان زهرة المطبخ التونسي، شبابك الجنة، باي لميا ما شاء الله تفرجت فيهم يعطيهم الصحة وعطاو برشا نصائح بتاعكم. ما تنساوش باش تبارتاجيو الفيديو مع احبابكم واصحابكم، وبيان سور باش تعملوا لي لايك وكومنتير كان عجبتكم الفيديو متاعي. وتوا نقول لكم ايا نبداو الطريقة، وإن شاء الله عيدكم مبروك وكل عام وانتم حيين بألف خير. اول حاجه باش نبداو بيها الشحور، ماذا بينا قبل نهار ولا نهارين للمبتدئين سورتو لي كيفي. عندي كيلو سكر عليه 200 مليلتر ماء مغرفه جلوكوز باش الشحور متاعنا ما يسكر لناش، ومغرفتين قارص مالوغوزمون ما تصورتش، وشويه عطرشيه باش نفوحوا بيها الشحور متاعنا. نجم نحطوا عطرشيه ولا زهر. اول حاجه باش نعملوها ماذا بينا ديما نحطوا الماء قبل السكر. نحطوا الماء وبعد باش نصب لكم الكميه نتاع السكر. بسم الله. لهنا السكر نتاعي سي بون بدا هكا يغلي، باش نحطوا مغرفه جلوكوز ونحركوا حتىش لين تذوب. هنا عندي مغرفتين قارص. بسم الله. لهنا سي بون بدا يغلي، عندي شويه من القارص اللي عصرته باش نحطه ونخليه حتىش نوصلوا حتىش ما بين 118 درجه ل 120. ما نفوتوش في الطقس كيف من هكا، ما بين 118 120 كيف ما تراو فيه. سي بون لهنا خلط ل 118. نطفيو عليه الغاز. هنا توا الشحور نتاعي كيف ما تراو فيه لونه ما تبدلش برشا، يقعد دوغي فاتح. توا باش نقلو في كسرونه اخرى باش ما يقعدش يكمل الطياب نتاعو، لازم يبرد في ساعه. لكم حاجه، المرحله اللي وقت اللي حطيت العطرشيه في الاخر مالوغوزمون ما تصورتش. هاكا انتم حطوا شويه في الاخر كي قريب يطيب، حطوا شويه مع عطرشيه 3 4 مغارف قد ما انتم تحبوا. يعني المفيد درجه الحراره بعد لازم توصل 118. باش نعملوها في الوصفه نتاعنا هي العجينه. باش ناخذ الفارينه نتاعي، انا استعملت الفارينه هذه باش نغربلوها. لازمنا نغربلوها اي حاجه في الحلويات ولا حتى الخبز، لازمنا ديما حاجه مغربله. باش نستعمل كيلو كامل فارينه. بسم الله. كيلو كامل فارينه عليه 50 مليلتر زيت وشويه ملح بيان سور. وما ننساوش الماء. انتم نوع الفارينه اللي باش تستعملوها، فما فارينه تشرب برشا وفما فارينه ما تشربش. المفيد لازم تكون العجينه متماسكه وشاده روحها، مش طريه على الاخر ومش زاده يابسه. نكمل الكونتيتي نتاع الفارينه. بسم الله. نغربلوها ونحطوا بقيه المكونات. لهنا باش ناخدو شويه ملح، شويه مش برشا، ونحطوه.
نزيدو الزيت متاعنا. الزيت عندي 50 مليلتر زيت. فما شكون ريتو يحط زيت وزبده، انا الحق جربتها مره برك بالزيت وعجبتني البات، جات ياسر باهيه، وقلت خليني يعني نعمل كيف ما نصحوني، خاطر انا راني مبتدئه يعني، عملتها مره في حياتي البقلاوه، مانيش من النوع اللي ديما نعمل بقلاوه. مادامني حاجه هكا جربتها ونجحت لي، قلت خليني ديما بنفس الوصفه. لهنا سي بون، كملت كميه نتاع الزيت الكل، حسيتها سي بون، دخلت في العجين بالكدا. باش ناخذوا الماء ونبداو نحطوا بشويه بشويه، نردوا بالنا ما نحطوش الكميه نتاع الماء الكل فرد مره، تنجم تطرالكم وتراسيلكم تزيدوا في الفرينه. العجينه كيف ما قلت لكم راهي ما تتعركش، جوست هكايا نلموها نهزوا ونرجعوا هكا، كيف ما هكا نهزوا ونرجعوا حتىش لين تتلم لنا الكل وتولي لنا رطبه. باهي تو ناخذوا البارتي الثانيه نتاع العجينه، ناخذوا كعبوره نعملوها كبيره والباقي نعملوهم كيف الاخرين قد بعضهم، يعني في الطبقه الثانيه لازمنا عندنا كعبوره اكبر من الوريق الاخرين. نعملوا هكا ونقطعوها، تقوش عليها ملاوي والا لا ردوا. لهنا البات نتاعي سي بون ارتاحت بالكدا بالكدا، خليتها سويعه باش ناخذ الوزانه نتاعي باش نوزنها كيف ما تراو فيها لهنا، باش نحط نوزنها. بسم الله، نحطو طاخ. عندي 1544، نقسموها على 2 تجينا 750 770 772 545. قلت لكم تجي 772 هكاكا، 772 وشويه. باش نقسمها في 2 و772 نقسموها على 15 ورقه. انا باش نعمل 15 من الفوق و15 من اللوطه، باش تجينا ابري الورقه 51 ونص، ما بين 51 و 51 ونص. باهي تو باش نبدا نقسمها. عملتهم هذه نصف الكميه، نص العجينه عملتهم 15 كعبوره الكلهم قد بعضهم. تو شنوش نعمل، كل كعبوره باش نغطسها في شويه نشا ونحطها وباش نخليهم يرتاحوا لو طون اللي حضرنا النص الثاني نتاع العجينه. توا باش نغطيوهم بالكدا، وباش نزيدو نحطوا لهم المنديله مليح مليح باش ما يشيحوش. هنا توا باش نبداو نحلوا البارتي الاولانيه هذه نتاع ال 15 كعبوره الاولانيين. اول حاجه كيف ما ريتو لفيتهم بالكدا بالكدا، خليهم مغطين باش ما يشيحوش. قصيت البابي كويسون نتاعي على شكل مربعات باش ناخذوا الكعبه بالكعبه ونحلوا. مش نحلوها كبيره يعني، شويه برك ماهيش كبيره برشا. ناخذوا الكعبه الاولانيه نحطوها هكايا، بسم الله، نحطوا عليها البات نتاعنا كيف ما تراو فيها في الفيديو. نعاود نحل معكم كعبه اخرى. توا نجيو للبارتي الثانيه نتاع العجينه، نحيو المنديله كيف ما تراو فيها ارتاحت، خليتها هكاك حكايه 20 مينوت ونبداو نبداو الكعابر الصغار. الكعبوره الكبيره نخليوها للاخر باش بعد كي نقلبوا تجي هي الاخرانيه.
باهي بعد ما كملنا حلينا الكعب الكل، هذه الكعبوره الاخرى الكبيره باش نحلها ونحطها من الفوق من هنا، باش بعد كي نجي نحل نقلب الطبقات هذوما نقلبها وتولي هي ملوطه. باهي لهنا عندي توا كميه اللوز نتاعي، لهنا عندي 800 غرام لوز كيف ما تراو فيه. هنا عندي 120 غرام سكر محور و50 ما بين 40 و50 غرام فرينه، انا حطيت 40، ولهنا 120 غرام سكر محور. غربلوهم لازم كل شيء يتغربل ونخلطوهم. وهذايا الخليط هذايا 800 غرام. انا الطبق نتاعي كيف ما سبق وقلت لكم 30 على 20 باش نحط له 800 غرام. باهي توا باش نبداو نحلو البقلاوه نتاعنا. اول حاجه غديت بلاطو باش نحل فوقو الدواور نتاعي، هذوما الدائرات اللي حليتهم سي بون. باش نبدا توا بسم الله نحطهم لهنا ونبدا ناخذ بالكعبه. لهنا عندي الزبده نتاعي، زبده وزيت بور نوازيت، جوست نوريها لكم. بور نوازيت شنو عملت لها؟ حطيت 300 غرام زبده فوق الغاز، خليتها على نار هاديه حتى لين الماء اللي فيها والحليب الكل تبخر، وزدتها بعد حسيلو من 300 غرام حصلت كان 240 مليلتر بور نوازيت، ولا على 400 غرام زد كملت بالزيت الزيت النباتي. انا الحق نحب الزيت زيتونه خاطر الزيت زيتونه نحسه قوي برشا. يعني حطيت 240 مليلتر زبده عليهم 160 مليلتر زيت نباتي باش تحصلت على الكميه هذيا. ناخذ البانسو نتاعي بيان سور وباش نبداو نحلو. لهنا باش نوريكم الطبق. الطبق مهم برشا، لازم يكون ملحوم كميه نتاع زبده وزيت في الطبق. وباش نحط بابي كويسون لهنا سي بون. دهنا الطبق نتاعنا باش نحطو على فرد جنب وباش نجيب البابي كويسون ونبدا نحل. حطيت البابي كويسون في الطبق نتاعي وباش نزيد نعمل شويه زبده وزيت زاده باش نحاول يعني لو ماكسيموم نسهل على روحي بعد التقليه. وانتم هاكا اعملوا بالطريقه اللي موالفين بيها. تحبوا تجربوا كيف ما انا هاني جربت، ان شاء الله تطلع طريقه ناجحه. هاني باش نجرب وبعد ما نقلعها نقول لكم اسكو سهل التقليع نتاعها والا صعيب. توا باش نبدا نحل بشويه بشويه. اول حاجه ناخذ بالكعبه نبداو ديما اللي ارتاحت اكثر. الاولانيه يعني هي كانوا هكايا، هذه اخر كعبه حليتها نقلبوا ونبداو باللي ارتاحت اكثر. باش نبداو باش نحاول نحل بالكعبتين. باش نحط في الصحن لهنا باش نحط الكميه نتاع الزبده بسم الله. نحاولوا نحطوا كميه باهيه اما زاده مش فوق اللازم، يعني كميه معتدله. وناخذوا كعبه اخرى وكان فما اكسي نتاع نشا نحاولوا نحيوه ونسكروا هكايا مع بعضها. نحاولوا نسكروا وميم طون نخرجوا كان فما هواء ونهزوا توا بسم الله. ونبداو بالطريقه هذه نشدوا العجينه. العجينه نشدوها هكايا ما نشدوهاش بالضوافر، نشدوها يعني بالصوابع. ونبداو جست نحضر البلاطو نتاعي نحطه بحذايا من بعد شويه الزبده. نحط البلاطو نتاعي بحذايا هكايا باش يكون واضح في الصوره. ونبدا بسم الله نحل بشويه بشويه كيف ما تراو هكا. وبعد نبدا نحل كيف ما تراو هكايا بالهذوما بالبارتي هذيا ما نعرفش شنو يسميوها. نبدا نحل بشويه بشويه. انا اول مره عملت بالورقه برك وبعد قلت علاش ليه ما نجربش بالورقتين. توا اليوم التجربه الثانيه ليا مع البقلاوه قلت علاش ليه ما نجربش بالورقتين، ما نحلوهاش برشا في يدينا ونجيو نعملوا هكايا بسم الله. ونبداو جست نبعد هذايا شويه ونقرب البلاطو هذايا من بعد باش نوريكم.
ونبداو بشويه بشويه نجبدو وما نخافوش نعملوا هكايا. هذه الحركه كنت ديما نرى امي وعزيزتي كي كانوا يحل البقلاوه يعملوا هكايا، وما شاء الله كي تبدا مرتاحه بالكدا بالكدا ورقه البقلاوه تجيكم بقدره ربي لاباس. وحتى كانت تتقطع، حتى كانت تتقطع لكم ما تخافوش، كيف ما يقولوا ورقه ترقع اختها. ونبداو نهبطوا توا في الجناب بشويه بشويه ونكملوا الكل بنفس الطريقه. الزبده نتاعي وباش نبدا نشقشق، احنا نقولوا نشقشق، ما نعرفش انتم شنو تقولوا بالضبط، نشقشقوها ولا نشقشقوها. ونبداو نحطوا في البارتي نتاع الزبده والزيت، والبلاصه اللي نحسوها طالعه برشا ناخذوا من الجنب هكايا ونحاولوا نهبطوا، ما نخافوش، لازمنا ديما نجربوا باش نتعلموا. ونبداو نهبطوا توا بشويه بشويه. مساك ونبداو نخرجوا وما نخافوش كيف ما قلت لكم. باهي تو كملت الطبقات الكل، قعدت لنا الكعبه الاخرى باش نحلوها، وماناش باش نحطوا لا فوقها لحد شي زبده، باش نخليوها هكايا على خاطر بعد لازم نحطوا، كي نحطوا فوقها الفاكهه كان باش نحطوا زبده ما تلصقناش بالزبده، لازمنا نخليوها هكاك جوست نحطوا من هنا شويه زبده وكهو. باهي هذه توا الطبقه هذه باش نحطوا فوقها شويه سكر محور. باهي تو شنو باش نعملوا، باش ناخذوا الكميه نتاع اللوز اللي عندنا بسم الله، وباش نبداو نهبطوا بشويه هك، وباش نبداو نستويو وما ننزلوش برشا راهو. وبعد نجيو للجناب كيف ما نهكا وندخلوا البات باللوز نتاعنا، ما نخافوش راهي ما تتقطعش. ونبداو توا نستويو فيها بالكدا بالكدا. خذيت لوستانسيل هذيا نتاع البات سكر وباش نبدا نرتبها هكا. لهنا كملت رتبتها بالكدا، ورد بالنا رانا ما ننزلوش، راهو كان ننزلوا الشحور ما يخلطلناش لل للفاكهه نتاعنا، دوبلاش هكايا جوست نرتبوها وهكا. توا شنو عندي باش نمد الفاكهه نتاعي؟ لهنا عندي شويه عطرشيه، عندي 150 غرام بيستاش، 150 غرام بندق، و150 غرام بوفريوه. شنو باش نعمل؟ باش نخلطهم الكل، تنجموا تحطوا كونتيتي اقل راهو فاكهه كيف ما انتم تحبوا. باش نخلطهم الكل، بما ان الفاكهه نتاعي كعب باش نحط لها مغرفه سكر محور. هنا ناخذ شويه العطرشيه نتاعنا ونحطوا شويه، ولا تنجموا تحطوا زهر كيف ما انتم تحبوا. انا الحق نحب برشا العطرشيه وما نكثروش، شويه برك. لهنا توا بعد ما كملت الكل باش نحط البارتي الثانيه نتاع اللوز. نبداو بالكوان
وتوا نبداو نوزعوا اللوز نتاعنا في لي كوان نتاع الطبق نتاعنا الكل. لهنا سي بون كملت رتبتها بالكدا. لو ماكسيموم حاولت نجيبها الكل اللي قد بعضها، باش نحط شويه عطاره تو شويه عطرشيه يعني، جست نزيدو نتفقدوا لي كوان. لهنا سي بون حطيت شويه سكر محور. عندي البارتي الثانيه الكعبه هذيا الكبيره بالكل نقلبوها ونبداو نخدموا باللوطانيه بالكل اللي هي الصغيره واللي ارتحت بالكدا. الورقه هذيا اللي باش تلصق لهنا ما نحطوا لهاش زبده، يعني باش نعملوا هاك وشويه من الفوق هكا ومن اللوطه ما نحطوا لهاش زبده باش تلصق لنا لهنا بالكدا وما تطيرش. وناخذوا المساك نتاعنا ونخرجوا الهواء بشويه. هذوما اخر زوز ورقات، وهذه الورقه الكبيره اللي قاعدت لهنا باش نحلوها. لهنا شنو نعملوا؟ ناخذوها من غير من يعني نحطوا لها لا زبده لا زيت، باش ننفض شويه النشا، ننفضوا شويه النشا ونبدا نحل بطراطش الصوابع كيف من هكا. لهنا سي بون كملنا البقلاوه نتاعنا ما شاء الله. جات روعه تبارك الله. لهنا عندنا شويه بلايص فيهم الهواء باش نخرجوهم بالمساك. ماذا بينا نبعدوا زوز سنتي للمبتدئين، ماذا بيكم زوز سنتي نخليو شويه بات باش بعد نراو بيها الطياب نتاع البقلاوه نتاعنا، وباش نغطيها بالبابي كويسون. باش نحطوا البابي كويسون ونخليها تتشمع اقل حاجه 3 سوايع مثلا فيها. توا لهنا شنو باش نعمل؟ عند النجار عملت زوز لوحات اللي باش نقص بيهم العرض نتاع اللوحه 2.5 سنتيمتر باش نحطها. باش ناخذ المسطره نتاعي وباش نبدا نحط بشويه ونقيس. نحاولوا نحطوها قد لا. وبعد ندوروا الطبق نتاعنا ونقصوا. ونكملوا بنفس الطريقه. لهنا الحق نحيت الكوتور خاطر حسيته ماهوش براتيك، العبد ماهوش موالف بيه. حطيت المسطره نتاعي وباش نكمل بالسكينه.
ومش مشكلة راهو كان هكا ولا هكا. يعني مش مشكلة، واحد يتعلم راهو، ما يتفجعش وما يخافش وما يقولش يا القصة ما جاتش باهية، ما فما حتى مشكلة، كل شيء يتصلح. الحق بالسكينة حسيت خير برشا، كيف ما قاعدين تشوفوا كل شيء يتقص بالكدا. لهنا البقلاوة متاعي سي بون، كملت قصيتها. الحق القصان مانيش فرحانة بيه برشا، خاطر السكينة لهنا طاحت لي، يدي هكا رقلت شوية، السكينة طاحت لي نقبت لي البلاصة هذه، مش مشكلة. والمسطرة الحق جات أطول من المسطرة، قلقتني يعني. ماذا بيكم كي تقيسوا كي تاخذوا مسطرة تعملوها يعني قد الطبق قد حسيلو، عذبتني شوية في القصان خاطر الكعب متاع الفاكهة كاملين. اما كمان ماهوش خايب يعني. كيف ما قلت لكم انا مبتدئه، تو باش نحطها طيب على 140 درجه ونخليها حتى يطيب. انتم والفور نتاعكم كل فور وكيفاش. انا الفور نتاعي سخون برشا، سي بوغ سا باش نحطو على 140 درجه، وباش نخليها نشوفها ساعه حكايه هكاكا 40 50 دقيقه، ونشوفها نشوفوا من الجناب من هنا كان حسيناها طابت. شنو باش نعمل؟ باش نحط عليها البابي كويسون، باش نعاود نحط عليها البابي كويسون، وباش نحط عليها طبق من الفوق، باش خاطر الفور نتاعي ياسر سخون، باش الورقه الفوقانيه ما تتحرقليش. يعني باش نحط طبق هكا يلصقها شويه برك، يعني مش فوقها هي، وطبق من اللوطه، خاطر فوري ياسر ياسر سخون. كان انتم فوركم باهي هاكا عينكم ميزانكم، اعملوا طله وشوفوا شنية الدرجه اللي تناسبكم. تو باش نحطها في الفور وبعد نوريها لكم كي نجيو نشحروها. باهي لهنا البقلاوه نتاعي سي بون طابت، اخذت مني بالضبط ساعه ودرج. انا الفور نتاعي سخون، حسيلو مره نحطه على 140، مره نقوي شويه، مره نوطي شويه، خاطر بالحق ما حبيتش نخاطر، قلت نحطه على نار ضعيفه على الاخر خير ملي باش نحطه على نار قويه ويفسد لي البقلاوه نتاعي. لهنا الشحور نتاعي زاده سخون، كيف ما تراو فيه ما شاء الله الشحور جاي روعه زاده، وباش نبدا نسقي. البقلاوه لازمها تكون سخونه، والشحور زاده لازم يكون سخون. بسم الله. نبداو نسقيو بشويه، وما نسقيوش على فرد مره، راهو نسقيو بشويه بشويه، وكي نحسوها شربت واحنا نزيدو نسقيوها. ولهنا كان عندنا ورقه تحركت ما نخافوش، ناخذوا كعبه كوردون ونرجعوها لبلاصتها، راهو ما يصير لها حتى شيء وما نخافوش منها الحكايه هذه. ريتوها ديجا كيفاش بدات تشرب. البلايص اللي نحسوهم فارغين واحنا نزيدو فيهم شويه شحور. عسلامة مرة أخرى. هذه البقلاوة متاعي بعد ما ارتاحت ليلة كاملة، ما شاء الله جات لونها محلاه كي شربت الشحور، اللون ولا محلاه. بون كيف ما قلت لكم أنا يعني القصة ماهيش عجبتني برشا، أما إن شاء الله بعد كي نقصها تجي الكعبة مرتوبة. وهذه هي البقلاوة متاعي بسم الله ما شاء الله جات روعة. قاعدة هاني نقلع فيها بشوية بشوية، وباش نوريكم تقليع الحق صحي صعيب، يعني لازم عبد يكون متمكن. اما البابي كويسون حسيته عاوني بالكدا بالكدا.